خلاص التعديل الوزاري اتحسم وبشكل رسمي، وبكره هيتعرض على مجلس النواب، وطبعا التسريبات هتبدأ تظهر عن الوزراء اللي مكملين في الحكومة والوزراء الجدد اللي هيدخلوا في التعديل الوزاري. وزارة السياحة والآثار واحدة من الوزارات اللي عليها جدل كبير في التعديل الوزاري. هل الوزير الحالي شريف فتحي مكمل ولا هيكون في وجه جديد، ولا هيكون في تعديل في شكل الوزارة سواء بضمها للطيران أو فصلها عن الآثار؟ كل دي حاجات لسه في الكواليس. الأكيد إن الوزير اللي جاي هيكون قدامه شغل كتير جدا، محتاج قرارات جريئة خاصة في ملفات تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية واستكمال أعمال ترميمها وتأهيلها للزيارة، ده غير خطوات طبعا زيادة التوافد السياحي الخارجي على مصر. ملف وقف نزيف سرقة الآثار واللي شهد الفترة اللي فاتت أكتر من واقعة بتهدد بقاء الوزير الحالي شريف فتحي، واحد من الملفات المهمة جدا على مكتب الوزير اللي جاي. طبعا غير خطوات بناء أكبر مخزن مركزي لحفظ الآثار المصرية واللي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، هيكون واحد من الملفات المهمة جدا على مكتب الوزير القادم.